ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو بقى بتاع النهارده هاخدكم جولة كده في كل المرطبات بتاعتي بتاعة الجسم، سواء صيف او شتاء. هنتكلم عن حجمها، مميزاتها وعيوبها، حلوين ولا لا، وايه اللي مناسب للشتاء وايه اللي مناسب للصيف. طبعا الفيديو ده الاخر، ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديده اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشيري الفيديو ده لاصحابك علشان يشوفوه ويستفادوا، وتابعوني على انستجرام وعلى التيك توك، كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا نبتدي الفيديو. هنبدأ بأول واحد وهو بتاع ايفون كير. بجد ده تحفة، قوامه خفيف، حجمه 400 ملي، بريحة الافوكادو، في منه كذا ريحة. بيرطب الجسم حلو جدا، فبجد انا ارشح لك ده. وسعره برضو كان تحت ال 100 جنيه، مش معدي اصلا 100 جنيه، بس ترطيبه مش بيدوم قوي، واخره مثلا 3 4 ساعات وبتلاقي الترطيب بدأ يروح من جسمك. نيجي للي بعد كده وهو بتاع فازلين بزبدة الشيا، وفي منه كذا نوع، في منه الالوفيرا وفي منه السادة، وفي منه طلع الاويل اللي اتنشر قوي وبقى مشهور واخد ترند. بس بصراحة انا ما جبتوش، لان في ناس طلعت قالت ان هو مش حلو ومش مستاهل الضجة وغالي على الفاضي وما بيعملش اي حاجة، والبديل الارخص ليه هو البيبي اويل. فانا جبت اللي هو بزبدة الكاكاو. عايزة اوريكم القوام بتاعه. قوامه حلو جدا، بصوا ده كده قوامه، شايفين؟ البشرة اتشربته في ثانية. حجمه كبير، حجمه 400 مللي، هيقعد معاكي وقت طويل جدا، وريحته بتفضل ثابتة. وبجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها، وزي ما انتم شايفين اهو، مش محتاج حتى البشرة تكون مندية. بصوا بيسيب جلوي كده، والبشرة بتتشربه بسرعة. فده انصح بيه لو انت شديدة الجفاف، استخدمي ده، لان هو بجد فرق معايا جدا في الشتاء، وحجمه كبير هيقعد معاكي وقت طويل جدا. اللي بعد كده وهو اللوشن بتاع جلايسوليد، اتكلمت عنه كتير جدا. ده بتاع البشرة الحساسة، مش مكتوب عليه أي حاجة، مفهوش عطور. 200 ملي. الحجم ده كان بحاجة و30 أو بحاجة و40، على حسب ما تجيبوه طبعا من المكان. قوامه خفيف جدا، بصوا ده قوامه، شايفين؟ مش امتصته بسرعه قوي. فبجد الحجم ده اصلا حلو، كمان ينفع تاخديه كمان في الشنطه لو انت مسافره، فهو الحجم ده حلو قوي وهيقعد معاكي برده وقت طويل جدا. ومن احلى الحاجات ان انا جربتها واستخدمتها السنه دي، فبجد من احسن الحاجات اللي هي عجبتني. وفي منه تقريبا كذا ريحه، ده اصلا ساده، ده ما فيهوش روايح. في منه بالمسك وفي منه بريحه تانية، بس انا مش فاكره ايه هي. بعد كده الكريم ده بتاع البشره اللي هو بالخيار والصبار، بس في منه ان هو كذا نوع، منه بالرمان وفي منه بالزبدة الكاكاو. الرمان ريحته تحفة، انا شميت ريحته حلو قوي، وقوامه كان حلو جدا. لكن ده قوامه بصوا متوسط، في المتوسط جدا. البشرة بصراحة مش بتتشربه بسرعة قوي، بس هو حلو قوي وعاجبني جدا كمان على البشرة. بصوا تحفة. نيجي بعد كده وهو الكريم بتاع ايفون كير، المفروض ده مخصص للايد، بس انا عايزه اوريكم كده بس نسبة قوامه عاملة ازاي. قوامه برضو من الحاجات اللي هي متوسطة، بصوا مش متوسطة قوي يعني، بس شايفين بس اللي هو بقعد ادمج فيه قد ايه علشان بس البشرة تمتصه، شايفين؟ بصوا بعد قد ايه البشرة امتصته. بس كترطيب هايل جدا للايد وكمان للركب والاكواع، من الحاجات بجد اللي هي بترطب الحاجة بعمق. المفروض ان هو مكتوب عليه ان هو 24 ساعة ترطيب، بس مفيش الحوار ده خالص، هو ما بيقعدش 24 ساعة، اخره بالكتير قوي 5 ساعات. وطبعا لو انت بتحطي ورا بعض على طول يعني، مش هتحس اصلا بجفاف ايدك، فهتلاقي ايدك اصلا مترطبه على طول. بعد كده واكتر حاجه نفت معايا في الركب والاكواع، قوامها تقيل قوي بس بترطب حلو جدا، وهو بتاع لونا اللي هو ده كده شكله. الحجم ده كان بحاجه ب25 جنيه، معرفش دلوقتي سعره بقى بكام. عايزه اوريكم قوامه قد ايه هو تقيل، هو اصلا بالجليسرين والشيا. بصوا حط ده كده، بصوا بقى عامل ازاي، شايفين؟ هيبان ان البشره امتصته، بس هو البشره ما امتصتوش، هو لزج. بيسيب نسبه تلزيق. قوامه تقيل جدا بس بيرطب بعمق قوي. حجمه صغير، باخده معايا في اي حته، وبجد في منه اصلا حجم الكبير، بس الحجم الكبير مش نفس قوام ده. الحجم الكبير قوامه خفيف شويتين ثلاثه، ده اتقل يعني، الحجم ده اتقل حاجه فيه. بعد كده بقى اللي هو البيبي اويل بتاع جونسون، اكتر حاجه ممكن ترطبي بيها جسمك. بيبي اويل بتاع جونسون ده سعره ب25 جنيه، والكبير ب50 جنيه. هيقعد معاكي كتير جدا، بيرطب الجسم حلو قوي. تقدري تستعمليه لأي حاجة في جسمك.
بجد من احسن الحاجات اللي بجد كانت بترطب. لو انت مش عايزه بودي لوشن تقدري تجيبي البيبي اويل بتاع جونسون. بعد كده بقى البودي لوشن او الكريم بتاع ديليكيت من ماي ويب. اللي عجبني فيهم اكتر مش الجوز الهند، هو اللي عجبني فيه زبده الكاكاو. زبده الكاكاو بجد كانت ريحتها تحفه عن الجوز الهند. جوز الهند ما حسيتوش، من هو تحس هو مش جوز هند، هو ريحته غريبه كده شويه. سعرهم كان تحت ال50 جنيه، مش مكملين اصلا 50 جنيه. بعد كده البودي لوشن من ماي واي برضو بالفانيليا، طعمه حلو قوي وريحته تحفه. بصوا في ثانيه البشره اتشربته. ريحه الفانيليا بتاعتهم منعشه بطريقه مش طبيعيه. بعد كده بقى البودي لوشن من ايفون اللي هو بتاع تومورو. بيبقوا عاملين نفس ريحه البرفيوم بتاعه تومورو، هي كانك حاطه برفيوم بالظبط. قوامه حلو جدا بس قوامه خفيف والبشره برضو بتتشربه. بحس اصلا حاجات البودي لوشن بتاع ايفون بحس ان هو صيفي اكتر. فبجد من احلى الحاجات بجد اللي انا جربتها في الصيف، حلوه جدا، لكن في الشتاء لا. بعد كده برضو اللي هو من ايفون اسمه بيور بلانكا، مش عارفه هو هيبان ولا لا. الروايح المنعشه اللي بتاعت الصيف، لكن دول خالص مش شتاء نهائيا. بحبهم اكتر في الصيف ومخليهم للصيف، انا ما باجيش جنبهم اصلا في الشتاء. تملي في الشتاء بلجأ للبيبي اويل بتاع جونسون او البودي لوشن بتاع اللي هو زبدة الكاكاو. اهم حاجة يكون فيه زبدة كاكاو عشان بيرطب جسمي اكتر بعمق. فده برضو من الحاجات الحلوة بس للصيف. اخر حاجة واكبر حاجة فيهم هو البودي لوشن بتاع كير بالافوكادو. نفس اللوشن بتاع الصغير بس ده بقى الكبير، حجمه 750 مللي. حرفيا يا جدعان ده مش راضي يخلص، قدامه كتير جدا ومش راضي يخلص خالص. فبرضو من احسن الحاجات اللي انا جربتها. وعايزه اوريكم قوامه، انا حطيت كتير جدا بس ما علينا. انا عايزه اوريكم قوامه ناعم وجميل جدا. ده بقى ريحته تحفه، شايفين اصلا الجلوي اللي هو بيسيبه ده تحفه. وريحته خطيره، ريحه الافوكادو باينه فيه قوي. وبس كده خلصنا الفيديو. يا رب يكونوا عجبكم وتكونوا اتبسطتوا واستفدتوا في جولة المرطبات اللي عندي. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.